ست كانت بعتالي بتقولي انا شككت جوزي فيا عشان يطلقني. طبعا انا كان بالنسبه لي يعني ايه شككت جوزك فيك عشان يطلقك؟ في واحده بتشكك جوزها في اخلاقها عشان يطلقها؟ قالت لي ايوه انا شككته فيا عشان يطلقني. انا متجوزاه، كنت انا شغاله في مصنع وهو شغال معايا في المصنع، كان هو شغال عامل بسيط وانا زيه. المهم حبينا بعض، وبعد ما حبينا بعض اتجوزنا. كانت عيشتنا بسيطة جدا وقليلة جدا، وكنت هو معهوش وانا معيش، لكن انا كان عندي طموح عنه بكتير. هو دايما شايف اشتغل اتعب اخد اليومية اصرفها كده تمام قوي، ما عندوش اي طاقة يعمل بيها حاجات اكتر من كده. كان كل حلمه ان احنا نتجوز، اتجوزنا باقساط واتجوزنا بديون، ولولا انا واجتهادي ما كانتش في حاجه تسدد، لان هو بالنسبه له انا بديك اليوميه انت عايزه مني ايه تاني؟ لحد ما انا ابتديت افكر بره الصندوق، وابتديت اصمم موديلات لنفسي. طبعا انا كنت شغاله في المصنع، فكنت بشوف اكتر موديلات بتطلب، وابتدي انا جبت مكنه خياطه في البيت وابتديت انفذ كام موديل لوحدي. ومش بس كده، ابتديت اطور من شغلي حاجه في حاجه في حاجه، وعملت صفحه على الانترنت وابتديت ابيع عليها الموديلات، وبقيت من اشهر البلوجر اللي موجودين دلوقتي في مجال الملابس. اللي كلمتني دي فعلا حد مشهور جدا، بيطلب منها اعلانات، بتروح تعمل اعلانات لمحلات الملابس، بيطلب منها انها تلبس بس اللبس وده بيبقى برقم، بتلف المحافظات، وهي كانت عامله في مصنع. دي كانت بدايتها. بتقولي طبعا انا كنت بتطور وبكبر جدا جدا جدا، لدرجه ان انا بقيت طول الوقت ببقى بره البيت، بقى يطلب مني حاجات كتير جدا. جبت بدل المكنه 10 وجبت بنات يشتغلوا تحتي عشان اقدر انجز الموديلات المطلوبه، وربنا فتحها عليا من وسع. انا حسيت في مرحله ما ان الراجل ده ما بقاش شبهي، يعني انا بقيت فجاه قرفانه منه، بقيت حاسه انه مقرف، رغم اني متجوزاه عن حب، بس فجاه حسيت انه مقرف. انا بقيت حاجه وهو حاجه، حاسه ان هو ما قدرش يثبت نفسه، لكن انا قدرت اثبت نفسي. هو بقى فرحان بيا جدا. طبعا انا جبت عربيه ونقلنا من الشقه اللي كنا فيها، هو عمال يتطور معايا ويعيش في خيري، فانا ده مضايقني. هو المفروض مين اللي يعيش في خير مين؟ انا اللي اعيش في خيرك ولا انت اللي تعيش في خيري؟ فبقيت حاسه طول الوقت ان انا مع بني ادم ضعيف الشخصيه، ولما اجي اكلمه باي طريقه بقى يستحمل، وكل ما يستحمل اقول لنفسه طبعا هو هيلاقي فين النعمه اللي هو فيها، وكل ما يستحمل اقول ما هو عمره ما هيفرط فيكي بعد ما انت بقيتي حاجه هو ما كانش يحلم في يوم من الايام ان يكون معاكي. كمان اهلي قووني وبقى يقولوا لي لما اقول لهم اصلا انا اتاخرت على جوزي، يقولوا لي يا اختي هو ليه عيني يتكلم؟ هو يحلم بالهنا اللي هو بقى عايش فيه؟ هو كان يحلم بشقه زي اللي انت معيشه فيها؟ هو كان يحلم بعربيه زي اللي بقى يركبها؟ ده الله يرحم اول ما جالنا كان جايب فرده وفرده، وبيقعدوا يتريقوا عليه. الكلام ده ما انكرش انه كبر في دماغي قوي، وفعلا بقيت حاسه طول الوقت ان هو ما ينفعش يفتح بقه معايا ولا يتكلم معايا. ولما بقى يجي يتكلم ويعترض على حاجه اقول له ان كان عاجبك هو ده اللي عندي، مش عاجبك طلقني. فيسكت ويستسلم، فلاقي نفسي بيثبت لي باستسلامه الفكره اكتر، فاقرف منه اكتر وما بقاش عايزاه اكتر، لدرجه ان كنت معايا مجموعه من الصحبات كده وهو كان معدي وشافني ضيرت وشي عشان ما اكلموش، ولما جه نادى عليا خدت بعضي ومشيت بالعربيه عشان ما اقفش اسلم عليه. كنت حاسه اني مش عايزه اعرفهم ان ده جوزي. اصل انا بقى ليا صداقات غير بتوع زمان، واللي بيعرفوني جديد ساعات بقول اني مش متجوزه، وساعات بنكره عشان مش عايزاه يعرفوا ان ده جوزي. اصل لسه رغم ان بقى فيه فلوس، لكن هو مازال لسه مدهول، حاسه انه مش هو ده الوجه. سبحان من غير قلبي من ناحيته، سبحان من غير كل مشاعري من ناحيته. حتى ولادي بقيت اكره ساعات ان هم بسبب ان هو ابوهم، بقيت احس ساعات ان انا كارهه ولادي مش حباهم، وساعات ارجع اقول دول ولادك. اكره لو واحد فيهم عمل تصرف هو بيعمله او كلب الطريقه اللي هو بياكل بيها، لما يجي يقرب لي اقول له انا قرفانه من ريحتك، ايه ريحتك المقرفه دي، قوم اغسل سنانك. انا بقيت عامله وحش جدا جدا وهو مستحمل، لدرجه ان انا اكتر من سنه منع نفسي عنه، وكل ما يسالني يقول لي ليه وحرام عليك ايه، اقول له ان كان عاجبك. ومن كتر ما هو مستحمل ما لقيتش غير حل واحد، ان اشككه في اخلاقي. بقيت اعرف انه جاي خلاص وهيفتح الباب، اعمل اني كنت بتكلم في التليفون واقفل السكه بسرعه عشان يشك فيا، عشان يمكن يطلقني. انا عايزه اتطلق، انا حاسه ان استاهل حد احسن من كده، حاسه ان استاهل واحد متريش وهو اللي كان ينقلني نقله تاني. انا دلوقتي مش محتاجه حاجه من حد، بس البحر بيحب الزياده.
ليه ما يعرفش واحد يكون مستواه احسن ويعيشني احسن؟ على الاقل ما احسش انه عايش في خيري، انا اللي اكون عايشه في خيره. وانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، بفكر اخلعه واللي يحصل يحصل. حتى اهله في الاول كنت بحبهم وكان هم بيحبوني، دلوقتي ما بقتش اطيقهم. واول ما بعرف انهم جايين باخد بعضي طياره واروح لامي، ولما يجي يقول لي يعني انت اول ما عرفتي ان اهلي جايين بتمشي، اقول له اه هو ده اللي عندي، إيه اللي جايبهم؟ محدش يجي لي البيت، انا مش عايزه حد يجي لي. بتقولي ساعات بيصعب عليا وساعات تاني بحس ان هو ضعيف وان هو ما عندوش كرامه وانه مهما عملت فيها يستحمل عشان الهنا اللي هو عايش فيه. وانا محتاجه في الفتره دي بالذات اغير حتى جوزي، زي ما غيرت حاجات كتير زي الشقه وزي ما جبت عربيه. جه الوقت اللي اغير جوزي عشان يليق بالمرحله الجديده. عشان كده بعت اقول لك قولي لي اعمل ايه. القصه دي البني ادم قد ايه جواه تمرد وقد ايه جواه مش عارفه اوصفها، اقول دناءه ولا حقاره. في ناس الا ما رحم ربي طبعا، في ناس النعمه توطيهم ما تعلهمش. في ناس النعمه تبينهم على حقيقتهم، تبينهم قد ايه ناقصين. يعني تخيلوا هي كانت متجوزه واحد بتحبه وهو بيشتغل وبيديها اليوميه وعايشين. هي اجتهدت شويه واول ما ربنا كرمها اتنمردت عليه وبقت شايفاه ما يليقش بالمرحله الجديده. في ستات كتير كده وفي رجاله كتير كده، وفي الاخر ربنا هو اللي بيجيب النعمه وهو اللي يقدر يزيلها. ربنا هو اللي بيعز من يشاء ويذل من يشاء. فربنا يعزنا واياكم يا رب. طبعا صاحبه المشكله دي ما عنديش غير حل واحد وهو كلمه واحده: انتي النعمه هتزول منك قريب قوي. كل مره افتريتي فيها على الراجل ده وكل مره حسستيه ان هو مكسور، ربنا هيكسرك وربنا هيزيل منك النعمه اللي انت فرحانه بيها. ربنا لما بيدي بني ادم فلوس او بيديله جاه بيبقى بيختبره برضه. ربنا ما بيختبرش الفقير بس وبيشوفه هيصبر على الفقر ولا لا، ده بيختبر الغني الاختبار الاصعب، بيشوفه هيستغل الفلوس دي ازاي. هتبقى مقدر النعمة وبتستخدمها صح وبتطلع حق ربنا في الفلوس وبتراعي الفقير وبتراعي الغلبان وما بتتكبرش على حد، ولسه زي ما انت بطبيعتك وجمالك، ولا الفلوس هتنسيك أصلك وهتخليك بني آدم متلون ومتحول. وصدقوني البني آدم الشبعان مهما زاد وكبر مفيش حاجة تغيره أبدا أبدا، يفضل شبعان ويفضل أصيل ويفضل بيداوي الصغير قبل الكبير والمحتاج قبل اللي مش محتاج. فانتي قريب قوي النعمه هتزول منك وهفتكري الكلام ده. وانا ربطت قصتك بالهضبه عمرو دياب اللي فجاه لقيناه بيلطش بالقلم وبيقول للسواق يا حيوان وبيزعق لفلان. عايزين نعرف من سيادتك يا هضبه زي ما الناس لقبتك، وانا ما بكرهش حاجه في حياتي قد الالقاب. نفسي بس نبطل السخافه اللي احنا بنعملها في نفسنا، نفسي نبطل السخافه دي. سخافه احنا بنقل من نفسنا بنفسنا. احنا اللي بنقول على ده هضبه وده النجم والفلانه الفلانيه نجمه الاعلام العربي. بلاش بقى الكلام فارغ، بلاش كلام فارغ، ده كلام فارغ مش كلام يتحط في الحسبان. اللي بيجتهد وبينجح هو اول واحد بيعود عليه النجاح ده، هو اول واحد بيستفيد من النجاح ده. بلاش تنفخوا في الناس، بلاش، احنا كلنا بني ادمين، بلاش القاب مزيفه، الهضبه ومش الهضبه وسيده الشاشه ونجمه الجماهير. ما بلاش كلام فاضي. ممثل كويس ده ممثل كويس خلاص، حتى كلمه النجم دي مفروض ما تتقالش. فنان لقبه فنان يبقى الفنان فلان الفلاني، الفنانه فلانه الفلانيه أدت الدور كويس عشان هي اجتهدت فيه، المذيعه فلانه الفلانيه. حتى كلمة الإعلامي أنا بحس إحنا اللي عمالين ندي ألقاب. ما يا جماعة الموضوع أبسط من كده. مذيعة، فنان، فنانة، دكتور، دكتورة، خلاص. بلاش ندي ناس أكبر من حجمها ونرجع نقول هو إيه اللي بيحصل وهم ليه اتغروا. ما اتغروا عشان أنت اللي سميتوه الهضبة، مش سميتوه الهضبة خلاص. يضرب بقى بالقلم، يقول على فلان حيوان، يشتم، يعمل، هو حر. مش انتوا اللي عملتوا منه كده؟ مش عملتوا منه هضبة؟ استحملوا. فيعني يا رب احنا كمان نتغير
ونحط كل واحد في مكانه الحقيقي، نحترم الناس وندي لكل واحد قدره، بس بلاش مبالغة، بلاش مبالغة لو سمحتوا. ده رأيي. وبرضه بقول مستنيين رد من عمرو دياب أو الفنان عمرو دياب يقول لنا مبرره على القلم اللي ضرب بيه الولد على وشه. خلوني اخد اول تليفون واقول الو.